في حاجة مضايقاني أوي ومضايقة ناس كتير جدًا. آآ الأول أنا عايز أسأل سؤال، أنتم تفتكروا إن كلمة إدمان بس تخُص الشخص اللي مدمن على المخدرات؟ كلمة إدمان أو مدمن ليها كذا بند، يعني ممكن واحد يكون مدمن عمل، ممكن واحد يكون مدمن قمار، ممكن واحد يكون مدمن أفلام، ممكن واحد يكون مدمن أو مرض الإدمان ده مرض على فكرة، مش كلمة كده بسيطة، ولكن إحنا في المجتمع الشرقي اللي إحنا فيه دايمًا بياخدوا كلمة فلان ده بيشرب، يا عم ده منبوذ، المدمن منبوذ في المجتمع الشرقي بتاعنا، ولكن اللي أنتم ما تعرفوهوش إن ده مرض. وأنا قريت عن الموضوع ده، يعني حبيت إن أنا أتعمق فيه وأعرف إيه الحاجات دي وإيه أسبابها وإيه أضرارها. اكتشفت إن ده مرض اسمه مرض مزمن متفاقم مميت، أساسه الخوف. تمام؟ بيضربنا في 3 جوانب: عقلي وروحي وجسدي. فإحنا في المجتمع الشرقي ده دايمًا تلاقي اللي بيعمل حاجة سواء مريض أو مدمن مخدرات، بتلاقيه بينعزل عن العالم، لأنه شايف إن هو الناس مش متقبلاه، والناس مش عايزة تفهم إن هو مريض. وبيقول لك إن المرض ده ليس له علاج. هو علاجه الوحيد اللي اكتشفوه هو عن طريق حاجة اسمها برنامج الكتاب الأزرق. تمام؟ وفي حاجة اسمها زمالة المدمنين. تمام؟ بيقول لك يعني زمالة المدمنين المجهولين هي مجموعة من الأشخاص بتتكون من رجال ونساء ملهمش علاقة لا بالدين ولا بالجنسية ولا بالعقيدة ولا بأي حاجة. هم ناس بيساعدوا بعض، لأن هم اللي بيفهموا بعض، هم اللي بيحسوا ببعض. بيقول لك المدمن هو الأقدر على فهم ومساعدة مدمن آخر. فدايما تقبلوا لو في حد أو أنتوا تعرفوا شخص مريض المرض ده، ومش شرط بس يكون مريض مخدرات. احنا بنقول إن المخدرات ده 10% من المرض، ممكن يكون مدمن حاجة تانية. تمام؟ فلازم ان انتوا تقفوا معاه وتساعدوه، ما تنبذوهوش، ما تخلوش ينعزل، لانه الانعزال بعد الانعزال بيتحول لاكتئاب، والموضوع بيبقى مش سهل. فمعنى ان تلاقوا شخص بيحاول ان هو يعالج نفسه من المرض ده، لازم تكونوا سبورت، لازم تكونوا داعمين، مش تكونوا روح يا عم ده انت اهم يا عم روح. الكلام اللي بيتقال في المجتمع بتاعنا اللي بيدمر الانسان، اللي هو اساسا لو هو مريض 5% بتخلوه المرض عنده يتفاقم اكتر واكتر، وبتخلوه ان هو يتحول من مريض لمريض اكتر واكتر، وتلاقيه منعزل عن الكوكب وعن العالم، وده بيكون اخطر عليه. فأتمنى من ربنا إنه يبعدنا عن أي حاجة وأي سوء. ولكن كانت حاجة كانت واحد زي بوجي المشهور اللي هو المدمن المتعافي ده، ما كانش عنده أي خوف من أي حاجة، إن هو يطلع يواجه الناس ويواجه المجتمع ويواجه كل الناس ويعرفهم طبيعة المرض، أو طبيعة إن هو بقى راجل متعافي. كان مدمن مازال هو مريض بنفس المرض، والمرض ده بيبقى رحلة طول العمر ما بتروحش من الإنسان. زي ما قلنا هو مرض مزمن زيه زي السكر، زي الضغط، زي أي مرض. تمام؟ ولكن أساسه الخوف. دايما مريض الإدمان بيكون دماغه تفكيره هو مش طبيعي زي الشخص العادي خالص. ودايما تلاقي
المدمن حساس جدا، دايما تلاقيه عطوف جدا. فالناس دي يا جماعة يعني ربنا يا رب يشفينا ويعافينا ويعافي كل المستمعين. لازم نتقبل فكرة إن في ناس مدمنين، سواء مدمن مخدرات سواء مدمن على أي حاجة. الإدمان ده ليه كذا بند زي ما قلنا. و... وطبعا الواحد مش هيقدر يقول غير يعني ربنا يبعدنا عن أي سوء أو أي شر. وزي ما قلت في كذا دعاء، والدعاء اللي أنا بقوله دايما اللهم امنحني السكينة أن تقبل الأشياء التي لا أستطيع تغييرها، والشجاعة لتغيير الأشياء التي أستطيع تغييرها، والحكمة لمعرفة الفرق بينهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد رسول الله.